اهلا بيكم في الجزء الثالث. هنتكلم النهارده عن كذا حاجه كده مهمين جدا لازم تكون عارفهم، هيسهلوا عليك الشغل زي ما قلت especially for Laravel 12. طبعا الجزء الاول من الفيديو، انما باقي الاجزاء هي متوفره في باقي الاصدارات من لارافيل. لارافيل الحديثه يعني لارافيل 11 10 وهكذا. آه هنتكلم عن الاوتو ايجر لود. ايه هو الاوتو ايجر لود؟ احنا كنا قايلين في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع بارتو ان احنا عشان نعمل ايجر لود ممكن نستخدم الويز وممكن نستخدم اللود، طريقتين. لكن لارافيل الجميله عملت لنا فانكشنز تانية اقدر اعمل بيها لود من غير اللود ومن غير الويز. ايه هما الطريقتين دول؟ اول طريقه من الاب سيرفيس بروفايدر. لما اروح على الاب سيرفيس بروفايدر هلاقي انه وفر فانكشن ستاتيك، فانكشن على الموديل اسمها اوتوماتيكلي ايجر لود ريليشن شيبس. فانا لو جيت فعلت الفانكشن دي وجيت في نفس الوقت هنا على الراوت الجديد اللي احنا عملناه اللي هو اوتو ايجر لودنج، هلاقي ان هنا جايب كل اليوزرز ولا بستخدم لود ولا مستخدم ويز. طب ايه الكلام ده؟ المفروض كده لما اروح على التلسكوب الاقي على حسب ما احنا بقى كنا قايلين قبل كده الاقي ال 101 كويري، لكن هو فاجئ والاقيهم 5 كويري فقط. تمام، خلونا كده احنا مفضين التلسكوب، خلينا نروح نعمل فريش على سوري مش ده، خلينا نروح على الاوتو ايجر لود. تمام، يعني انا اجي تمام فعلا 5 كويريز، منهم الاثنين اللي احنا بنحتاجهم اللي هم السلكت اول تبع اليوزرز والمنتجات بتاعتهم. فده عظيم عظيم جدا. مش كل ما اروح في حته اقعد اكتب الويز او اللود، انا خلاص كتبتها على الاب سيرفيس بروفايدر تروح حملهم لي وخلصني. تمام. طيب هل جمال وعظمه لارافيل تقف لحد هنا؟ لا. ايه الطريقه الرابعه بقى؟ اللي انا رحت على اليوزر موديل، عملت البوت فانكشن وقلت له جواها ستاتيك ميثود، قلت له اوتوماتيكلي ايجر لود لودنج ايجر لودنج ريليشن، نفس الفانكشن بالظبط هي، وحطيت له جواها اسم الفانكشن اللي هي البرودكتس اللي انا مستخدمها هنا، اللي هي نفس البرودكتس. طيب خلينا نروح نعمل ريفرش. ادي الاوتو ايجر لودنج، هنروح على التلسكوب، هنستنى الريكوست تنزل لنا. ادي الريكوست الجديد، هلاقي فعلا برضو هي الكويريز، يعني مفيش عظمه اكتر من كده. طيب خد بقى التقيله كمان، لو انا جيت فعلت الريليشن دي تمام وجيت فعلت الريليشن اللي في الاب سيرفيس بروفايدر، انت متوقع ايه؟ متوقع تلاقي الخمسه الكويريز القدام زائد الاثنين اللي هينضافوا يبقوا 7، ولا هم نفس الخمسه؟ لا، لارافيل بتقول لك ما تقلقش، خرب واحنا بنصلح. ادي الاوتو ايجر لود، اروح على ريكويستس، تمام، ادي الريكوست الجديد، هلاقي فعلا هم الخمسه كويريز. انت متخيل الجمال؟ انت عارف ده بيفرق معاك في ايه؟ يفرق معاك في ان لو في اكتر من ديفلوبر شغالين على البروجكت، واحد فعل الحاجه دي في الاب سيرفيس بروفايدر، طبعا هو ده مش مبرر، ده غلط، غلط 100% يعني. تمام، لازم انت كديفلوبر تخش على بروجكت جديد او شغال مع البارتنر بتاعك في البروجكت، لازم تعرف لازم تشوف البي ار بتاعته، لازم تعرف هو عمل ايه وراح منين وراح فين وجه منين. تمام. بس انا بتكلم عموما، حتى لو الخطا ده حصل، لو الريليشنز عمل لها لود من الاب سيرفيس بروفايدر وفي نفس الوقت عمل لها لود من الموديل، نفس الكويريز هي هترجع لك مره واحده مش مرتين.
فطبعا ديت فيتشرز جميله جدا جدا في اللارافيل. تمام. خلونا نروح على الويب بي اتش بي. طبعا هنا وفر عليا ان انا استخدم الويز واللود زي ما قلنا. طيب عاوزين نتكلم عن ايه تاني؟ عاوزين نتكلم عن فانكشن. طبعا ديت مش شرط تكون في لارافيل 12، لا دي موجوده تقريبا من لارافيل 8 على حسب ما انا فاكر يعني. اسمها should be strict. should be strict ديت يعني انا عامل هنا فانكشن اسمها configure modules بظبط الموديولز بتاعتي، فعملت should be strict وعملت الفانكشن الثانيه الانجارد. تمام. احنا موضوعنا كله عن ال should be strict، خصيصا عن prevent lazy loading. احنا بنتكلم على الفانكشن دي بس من الثلاثه دول مش موضوعنا عشان نتكلم عنهم. طيب ايه هو البريفنت ليزي لودنج؟ طيب خلينا الاول نوقف كده الاب سيرفيس بروفايدر الفانكشن اللي هي الاوتوماتيكلي ايجر لود، وخلينا نروح على اليوزر هنا نوقف ديت كمان، نوقف البوت كلها. تمام. ونتكلم بقى عن الفانكشن الجميله الروعه دي. ايه الفانكشن دي؟ طبعا هنا الكونفيجر موديولز انا بقول له استخدمها لي، وهنا بقول له استخدمها لي طول ما انت مش في البرودكشن، في اي انفايرمنت تانية استخدمها، سواء كنت لوكال ستيجنج تيست اي حاجه. تمام. طيب ايه فايدتها؟ فايدتها اللي هي بتطلع لك انذار او بتطلع لك ايرور، بتثرو ايرور اكسبشن، تقول لك والله انت مستخدم فانكشن من غير ما تعمل لها ايجر لود، من فضلك روح اعمل لها ايجر لود. طب ده يفرق معاك في ايه؟ يفرق معاك لو انت ناسي او تهت مثلا وانت تكتب الكود ونسيت تستخدم الويز او اللود او الطرق اللي احنا عرفناها ان تعمل بيها ايجر لود، ده بينبهك. طيب نفس الكلام عايزين مثال عملي. طيب خلينا نروح على الويب. ماشي. ممكن نجرب مثلا في اللود اكزامبل ده. احنا هنا بقول له والله ايه؟ بقول له ادي اليوزرز هاتهم لي كلهم من غير ولا لود بقى ولا ويز ولا اي حاجه. تمام. وبقول له يوزرز برودكت، فانا استخدمت اليوزر وعايز اجيب البرودكتس بتاعته من غير ملود الداتا او ملود الريليشنز اللي انا باكسس عليه. طبعا الراوت ده اللي هو لود اكزامبل. خلينا نروح على اللود اكزامبل ونشوف هيطلع لنا ايه. ادي لود اكزامبل، متوقع طبعا هو هيطلع ايرور. طبعا الفانكشن دي مفيده بشكل كبير جدا، والله انصح ان حد يبدا بروجكت من غير ما يظبط الاب سيرفيس بروفايدر بتاعه ويظبط الفانكشن دي جواه. قال لك ايه؟ attempted to lazy load products وموديل كذا. بيقول لك روح اعمل lazy load، روح اعمل eager load للفانكشن دي. فبمجرد ما انا اروح كده اقول له هنا users واقول له load products واعمل ريفرش، طبعا بيحمل كتير عشان حجم الداتا. تمام. رجع لي فعلا الفيو بدون اي مشاكل. طيب خلينا نقول له ويز. شايفين نفس الكلام، لكن في حين لما اشيل الكلام ده كله واعمل ريفرش تاني هلاقيه يطلع لي ايرور. طيب طبعا في سؤال انا عارف انه ممكن يكون منطقي عند الكل، بس خلينا نقوله مفيش ده يعني، لازم عادي، مش هيضر لو قلناه. هو حته ان انا بقول له اتشيك لي على كل الانفايرمنتس ما عدا البرودكشن. طب انا ليه بقول له كده؟ عشان ما يبقاش الناس شغاله على البرودكشن انفايرمنت ويطلع لهم ايرور يقول له والله اصل الديفلوبر ما عملش ايجر لود للريليشن. ما خلاص يعني الخطا خلاص حصل، مش شرط نطلعه ايه لليوزر. هو خلاص احنا بنشوف طول ما احنا في اللوكال او في الستيجنج او الانفايرمنتس اللي ما بين التيم، احنا بنطلع الايرور ده عشان نلحق نحل المشاكل بدري. لكن طالما طلعت على البرودكشن خلاص يبقى يحصل ايرور، يحصل اللي يحصل عادي. تمام. ف نصيحه لازم تظبط الاب سيرفيس بروفايدر بتاعك قبل
ما تبدا في الكود او تبدا في البروجكت بتاعك. ده كده نهايه سلسله الفرق بين الايجر لود والليزي لود، او الكلام عموما عن الايجر لود والليزي لود. اتمنى يكون الشرح افادكم، وما تنساش ان لو الشرح فعلا عجبك وضاف لك قيمه، تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناه، وتشارك الفيديو مع الديفلوبرز اصحابك عشان يستفادوا هم كمان. شكرا جزيلا.